تروح منافسنا وتيجي منافسنا. راحت المنافسنا التانية، هتخش علينا ميرا سامي المنافسنا التالتة. متوترة شوية بس هو مش عارفة. يا كمالة يا خلاصي يا ده ناس، حجم بقى ما وراكش، ده العسل. خلاصي عليك وعلى كمالك. مساء الخير. العسل. انت بقى الموضوع بتاعك الرجالة النكدية. اغلطوا في الرجالة والاخر تقولوا ما اتجوزناش ليه. اغلطوا، هي قاعدة في قرابيزنا اهي. يعني طب يلا. يلا ابتدوا 3 دقايق. يلا بينا. انا عايزه اتكلم عن الرجاله النكديه، لان احنا بصراحه متبهدلين يعني. طول الوقت الست المصريه نكديه، الست المصريه لا تطاق، الست المصريه زنانه، الست المصريه مش عارفه ايه. طب ايه؟ طب بالنسبه للراجل بقى اللي هي اصلا الست بتربيه، ما هو انت كلكوا يعني اكيد انا هربي ابن، فابني هيطلع يقول على الست المصريه نكديه برضه. ايه اللي تربي ابني ده؟ عيب، انت لسه صغيره ما تقوليش كده. لما اتجوز يعني الكلام ده نقوله لك لما تكبري. ماشي. ماشي. لما اكبر هربي ابن ويكبر هو كمان ويقول على ست انها نكديه برضه. صح. فانا رحت قعدت كده فكرت، فجبت شويه انواع من الرجاله النكديين يعني. في بقى ممكن نتكلم في الاول مثلا عن الراجل الفتك. الراجل الفتك ده هو اصلا خساير، بس مش بس نكدي، خساير كمان. لان ده يوم اجازته تلاقيه راح فاكك التلفزيون. طب ليه يا ابني ليه؟ التلفزيون شغال، يقول لك اصل الزرار كان معلق. ده بقى اللي هو مش نكدي، ده اللي بينكد عليكي. ما هو قالت لك الفكره، عشان لما بيبوظ لك الحاجه بفتكته فينكد عليكي اليوم بالظبط. ويبقى هو اللي عامل كده، ويجي يقول لك انا حسيت التلفزيون مش عارفه ايه، ويسيب لك بقى التلفزيون بطنه مفتوحه وجنبيه العده، وياخد بعضه وينزل. تلاقي فجاه الصاله قلبت بتاع حربيه وكلها حاجات تمشي تخش في رجلك، الحاجات اللي كسرها وخلاص ما فيش اي حاجه. بس وانتي شيلي هتقدري ما تشيليش يعني. في الاخر يروح يدفع يجيب تلفزيون تاني جديد عشان ما يطلعش نفسه خبوق. مصروف البيت. صح. فاحنا نبقى مش عارفين نعمل ايه اصلا، يقول علينا نكديين. ده تخبطيه بقله في دماغه وتخلص اصلا. ينطبق عليها مبدا انه خلتنا نندمج معاها في الكلام وما عرفناش نفسنا عليها. يعني دخلنا معاها في الموضوع اللي هي بتقوله، كل واحد فينا قاعد تتكلم. ده عايزه بقى حد يقول لي فعلا اعمل فيه ايه. الراجل المستهدف، الراجل المستهدف ده عنده نظريه مؤامره عايشه حواليه. طول الوقت حاسس ان مراته حد هيخطفها منه، وولاده هم اصلا لو نزلوا المدرسه ممكن حد يختلهم، وهو نفسه ده عنده فوبيا بقى. عنده فوبيا مجنون. هو نفسه بقى ايه؟ هيسرقوا منه وهو اصلا طول الوقت يعني لو جاله تليفون تلاقيه ترب كده، حاسس ان في اذى هيحصل له. لا ده بقى عليه مراقبه. ده متشائم. مستهدف. ده مديون تقريبا واخد ثلاجه ما نعرفش. بلغ عنه، مش انت مش عارفه تعملي معاه ايه، بلغ عنه. اهم نوع انا نفسي اتكلم فيه جدا بصراحه، النوع الشماعه، لا مؤاخذه. الشماعه ده لانه شايف مراته هي اللي كلت الجبنه من الاخر، هي السبب في كل حاجه. انت سبب مشاكلي مع مامتي، وانت سبب ان انا بخسر اصحابي، 5 مشاكلي في الشغل. حل كل دول ماشي. بره. يلا بصي بقى، شوفي لك شماعه بقى وبعدين ابقي تعالي تاني. معلش كان نفسي اقول حل. هنشوفك تاني. ميرسي نورتينا. ميرسي جدا. انت عارفه. احكي لي بقى عملتي ايه؟ كان حلو جدا، مبسوطه يعني، هما لطاف جدا. حسيت ان التوتر فك على طول، اتكلمت براحتي، بس الوقت قليل قوي. كان نفسي عندي كمان كذا نوع تاني ما جبتوش، وكان نفسي اقول حل بس ما قلتوش بقى. دلوقتي المنافسات الثلاثه راحوا، واحنا كمان هنروح على الكراسي دي نقعد لجنه تحكيم، وهم بعد ما راحوا هييجوا يقعدوا هنا. يلا بينا نروح عشان هم ما تيجوا نشوف.